السلام الله عليكم، معكم رضا من قناه كره فانس. اذا الحلقه ديال اليوم ان شاء الله غتكون مخصصه للحديث على مباريات التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم. غنتحدث وغنحلل نتائج المنتخبات العربيه، الطريق ديالهم في التصفيات للوصول لكاس العالم. تنظن على ان بنسبه كبيره في كاس العالم اللي جايه بالنظام الجديد ديال التصفيات الامور اصبحت اكثر سهوله وممهده للمنتخبات القويه والكبيره باش نشوفوها في كاس العالم. تنظن على انه بنسبه كبيره الى ما حدثش مفاجاه غيكون تاهل ديال المغرب، الجزائر، تونس، مصر. هاد الاربعه ديال المنتخبات تنظن على ان بنسبه كبيره غيضمنوا التاهل ديالهم لكاس العالم. نبغي نعرف الاراء ديالكم فيما يخص هاد التوقعات. دائما كتبقى هاد التوقعات على الورق فقط، لان اللقاءات كتحسم داخل رقعه الملعب بالمجهود، بالعزيمه، بالجرينتا، بالقتاليه، احترام ايضا المنافسين. شفنا المنتخبات العربيه في هذه الجوله عانت كثيرا، لعبوا خارج الميدان، ودائما اللقاءات في افريقيا كتكون صعيبه. تنهضروا على عامل الطقس والحراره والرطوبه، هذه الاشياء دائما تتاثر على اللاعبين ديال شمال افريقيا. وشفنا اخر كاس افريقيا ما عانته المنتخبات ديال شمال افريقيا اللي ما حققاتش نتائج المنتظره. شفنا يوم امس منتخب تونسي بصعوبه بالغه، تعادل خارج الميدان امام ناميبيا. المنتخب التونسي بالرغم على انه تحتل صداره المجموعه، ولكن من حيث الاداء اداء اقل من المتوسط. شفنا المنتخب التونسي من بعد في اللقاء الاول في تونس انتصر بشق الانفس بهدف ضربه جزاء في الانفاس الاخيره. يوم امس ايضا تعادل بشق الانفس. نتائج المنتخب التونسي تبقى في صداره المجموعه ب 10 ديال النقاط، المنتخب الناميبي في المركز الثاني ب 8 ديال النقاط. المنتخب المصري تعادل ايضا بصعوبه بالغه امام غينيا بيساو. المنتخب المصري اللي انتصر في المقابله السابقه ب2-1 امام بوركينا فاسو، كان مطالب اليوم ايضا بتاكيد نتيجه اللقاء ديال بوركينا فاسو، ولكن شفنا اليوم على ان المنتخب المصري عانى كثيرا، كان متاخر في الشوط الاول بهدف لصفر. في الشوط الثاني المنتخب المصري عاد وتمكن من تحقيق التعادل بهدف من اللاعب محمد صلاح. المنتخب المصري في صداره المجموعه ب 10 ديال النقاط، وكيف ما قلت المنتخب المصري في هذه المجموعه يبدو الاكثر حظوظا للتاهل لكاس العالم. المنتخب الجزائري كانت عنده مقابله ايضا مهمه، ومقابله يمكن لي نقول على انها مصيريه، خصوصا من بعد الهزيمه في اللقاء السابق في الجزائر. هزيمه صعبت الامور وقلبات المجموعه، وهزيمه خلات المنتخب الجزائري يدخل لقاء اليوم ومطالب بالانتصار ولا شيء غير الانتصار. واليوم المنتخب الجزائري حقق اول انتصار تحت قياده المدرب بيتكوفيتش. البدايه لم تكن على افضل طريقه. المنتخب الجزائري كان متاخر في الشوط الاول بهدف لصفر، وشفنا على ان المنتخب الجزائري ظهر بوجهين مغايرين. الشوط الاول ما كانش في المستوى. منتخب ديال اوغندا خصوصا في اول 35 دقيقه خلق متاعب كثيره لدفاع المنتخب الجزائري، وكان قريب في العديد من المرات على انه يسجل الهدف الثاني. الشيء الاكيد على ان الجمهور الجزائري ما غاديش يكون راضي على الدفاع وكذلك على حراسه المرمى. شفنا اخطاء كارثيه سواء في اللقاء السابق وفي اللقاء اليوم. المنتخب الاوغندي سجل هدف ديال التقدم، وكان قريب في العديد من المرات يسجل الهدف الثاني. الشوط الثاني شفنا ريمونتادا، شفنا ردة فعل المنتخب الجزائري تمكن من تسجيل 2 ديال الاهداف في الشوط الثاني، عطاته 3 ديال النقاط مهمه، و3 ديال النقاط كتخليه في صداره المجموعه. الهدف اللي سجلوا اللاعب عوار في بدايه الشوط الثاني شيء الاكيد على انه عطى ثقه ورجع اللاعبين ديال المنتخب الجزائري من ناحيه، خصوصا من ناحيه الذهنيه. ومن بعد ذلك ان لم تخني الذاكره تنظر اللاعب بن رحمه سجل الهدف الثاني للمنتخب الجزائري. عموما المنتخب الجزائري حقق اول انتصار رفقه المدرب بيتكوفيتش وتأمن صداره المجموعه. هذه المجموعه تبدو نوعا ما معقده. المنتخب الجزائري عنده 9 ديال النقاط، ولكن هناك 4 ديال المنتخبات اخرى عندها 6 ديال النقاط. المنافسه او جميع المنتخبات بخمسه بهم باستثناء المنتخب الصومالي اللي يمكننا نستثنيوه من المنافسه، 5 منتخبات تتنافس على بطاقه واحده مؤهله لكاس العالم. كتوقع شخصي وكرأي شخصي تنظر على ان المنتخب الجزائري يبدو مرشح فوق العاده للتأهل في صداره هذه المجموعه.
نبغي نعرف الاراء ديالكم في التعليقات. يعني كيف ما قلت، يعني المأمورية لم تكن سهلة على المنتخبات العربية. تعادل تونس، تعادل مصر، وهزيمة المنتخب أو يعني تعادل مصر وتعادل تونس وانتصار المنتخب الجزائري. يوم غد، يعني قبل ما نهضر على المقابلة ديال يوم غد، أيضا نبغي نهضر على المنتخب النيجيري اللي اليوم خسر أمام البنين ب2-1. المنتخب النيجيري في وضعية معقدة في المجموعة ديالو، يعني في 4 ديال اللقاءات عنده 3 ديال النقاط ولم يحقق أي انتصار. وضعية معقدة لوصيف بطل إفريقيا، يعني وما عرفتش السبب اللي خلى المنتخب النيجيري يظهر بالوجه الشاحب في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم. المنتخب المغربي من بعد الانتصار اللي حققناه في اللي حققناه في المقابلة السابقة، يعني أمام المنتخب الزامبي ب2-1، المنتخب المغربي في صدارة المجموعة. يوم غد غادي نواجهوا منتخب كونغو، يعني مقابلة يعني يمكن لي نقول على أنه بدون لغة خشب. مقابلة غنلعبوها في الميدان ديالنا في مدينة أكادير أمام الجمهور ديالنا، أمام منتخب لم يتدرب تقريبا لمدة طويلة، منتخب الأوضاع ديالو رديئة، الأوضاع ديالو سيئة. يعني لغاية آخر لحظة ما كناش متأكدين واش هذه المقابلة ستلعب ولا لا، بحكم على أن اللاعبين ديال كونغو قاطعوا التدريب واحتجوا على الأوضاع الداخلية. ومن بعد كانت واحد التسوية يعني في آخر لحظة، وجاء المنتخب الكونغو يوم أمس متأخرا. يعني منتخب ما تريناش، منتخب عنده وضعية سيئة، منتخب يعني الأمور ماشي متكافئة. إلا ما بغيناش يعني تنظر على أن في هذه المجموعة الأمور ممهدة للمنتخب الوطني المغربي لتحقيق تأهل وبدون عناء وبدون صعوبات. درنا العلامة الكاملة. المنتخب ديال إريتريا انسحب، يعني عوض على أننا في هذه المجموعة ما غنلعبوا 10 د الماتشات غنلعبوا 8 ديال الماتشات. يعني وحتى المنتخب ديال الكونغو اللي كان من المفروض على أننا نلعبوا خارج الميدان غادي نستقبلوا في الميدان ديالنا. إلا ما بغيناش، كل شيء في مصلحة المنتخب الوطني المغربي، ولكن كنتظروا على أن يوم غد تكون واحد البوادر، بالرغم من أنني تنشوف على أن الخصم اللي غادي نواجهوه ماشي هو المقياس، ماشي هو المعيار. يعني منتخب الكونغو كيف ما قلت عنده مشاكل كثيرة، ومنتخب لم يتدرب لمدة طويلة. وليد الكراكي اليوم دار ندوة صحفية تحدث فيها على اللقاء ديال اليوم غد، وكانت هناك العديد من الأسئلة من طرف الصحفيين. يعني الأمور حول حكيم زياش، يعني تنظر على أن بنسبة كبيرة المقابلة ديال اليوم غد غادي يكونوا فيها تغييرات في التشكيل. تنتوقع على أن الكعبي هو اللي غادي يبدا رسمي كرأس حربة، تنتوقع على أن رحيمي غادي يكون رسمي. يعني حكيم زياش ما تنظرش على أنه يكون حاضر، بعض الأخبار تقول على أنه مصاب. يعني تنظر على أن غتكون تغييرات كثيرة في التشكيل. نتمنى على أن اللاعبين على الأقل يعطيونا مؤشرات إيجابية في اللقاء ديال اليوم غد. نتمنى على أن إبراهيم دياز يبقى لاعب في المكان اللي نهى فيه اللقاء السابق، يلعب كجناح أيمن. يعني في الأجنحة يعطينا حلول أكثر، يعني ما أنه يلعب كصانع ألعاب ولا يلعب كعشرة. يعني واحد السؤال اليوم كان طرحه واحد الصحافي على وليد الركراكي، وقال له على أن الجماهير تقريبا في اللقاء ديال زامبيا غادرت أو بدأت في مغادرة الملعب من الدقيقة 81. يعني وليد الركراكي قال على أن يمكن الجماهير تايقين فينا على أن غادي نربحوا الماتش. وليد الركراكي خصو يكون عارف على أننا كجمهور مغربي ما عجبناش المستوى وما عجبناش الأداء ديال المنتخب. أي واحد سير سولو، أي واحد سولتيه سواء كان صحفي ولا كان جمهور غتسولو يقول لك بالنظر للأسماء اللي عندنا دابا، المستوى اللي تيقدموا المنتخب المغربي ما واصلش حتى ل 10% من الطموحات والتوقعات ديالنا. وليد الركراكي خصو يكون عارف على ان الجمهور ما عجبوش الاداء، الجمهور ما عجبوش الطريقه التي تدار بها الامور في المنتخب الوطني المغربي، من حيث اختيارات المدرب، من حيث يعني المستوى الخططي، من حيث التنشيط الهجومي، من حيث الاخطاء الدفاعيه الكارثيه. الاسماء اللي عندنا حنا كيتمناهم اي مدرب في العالم، اي مدرب في العالم تيتمنى يكون عنده ولو نصف الاسماء اللي عند المنتخب الوطني المغربي. وقلتها من قبل ونزيد نعاودها مرات اخرى، لما تكون عندك لا ماتير بروميير، الماده الاوليه، وتجي في التالي ماده اوليه من الطراز الرفيع، وفي التالي تعطيني واحد لو برودوي ولا تعطيني واحد المنتوج رادي، اكيد على ان هذه المساله ما غتعجبنيش. انا عطيتك ماده اوليه مزيانه طوب كواليتي طالعه، ولكن انت عطيتيني منتوج رديء، ما غيعجبنيش الحال.
على قد المواد الاوليه غنتوقع النتائج. وليد الكراكي ما زال ينتظره عمل كبير. يوم غد الا ما كانش مستوى وما كانش نتيجه من داكشي اللي كنتوقعوا، تنظر على ان اسهم وليد الركراكي ستزداد، يعني غادي تزاد في التراجع، لان صراحه لقاء من بعد لقاء تنزيدوا نتاكدوا على ان وليد الركراكي لغايه اللحظه الحاليه، الى حيدنا اللقاء ديال البرازيل اللي لعبنا كاس العالم بعد لقاء البرازيل، من بعد البرازيل ما شفنا حتى شي حاجه كتحمر الوجه في المنتخب الوطني المغربي. يعني باللغه العاميه ما شفنا حتى شي حاجه تتحمر الوجه. يعني شفنا اداء رديء، شفنا رتابه، شفنا ملل، شفنا غياب تنشيط هجومي، شفنا غياب فرص حقيقيه للتسجيل. وهذه المساله شفناها امام زامبيا. نتمنى على اننا يوم غد نغيروا العديد من الاشياء، بالرغم من انني تنشوف على ان اللقاء ديال يوم غد ليس بالمحك، واخا نربحوا ب5 ولا 6 ما زال ينتظرنا عمل كبير. انا بغيت نشوف المنتخب الوطني المغربي نواجهوا المنتخبات القويه امام السنغال ولا امام مصر ولا امام الكاميرون ولا امام منتخبات قويه، ونلعبوا معاهم في الادغال الافريقيه باش يمكننا نحكموا ونشوفوا المستوى ديال اللاعبين. نبغي نعرف الاراء ديالكم فيما يخص النتائج ديال التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم، فيما يخص التوقعات ديالكم للمنتخبات اللي تتشوفوهم الاوفر حظا للتاهل، وفيما يخص مقابله المنتخب الوطني المغربي امام منتخب الكونغو. الا عجبتكم الحلقه دعمونا بلايك واشتركوا في القناه باش دائما يوصلكم جو البيئه. كان معكم رضا من قناه كره فانس. السلام عليكم.